طب انت متخيل ان الصبح ما تقدرش تبدأ يومك من غير فنجان قهوة؟ صح. على فكرة القهوة بالنسبة للناس كتير جدا مش مشروب، ده طقس يومي، يعني لحظة من السكينة وسط صخب الحياة. البعض بيبدأ بها يومه فنجان قهوة، يبدأ باليوم بيه بفنجان قهوة، والبعض بيفضلها بعد التمارين الرياضية. لكن مفيش حد ما بيشربش لا اما شاي او قهوة. بس عايز اقول لك ان رائحة القهوة والنكهة بتاعتها لها شغف. وبعدين هو السؤال بقى، هل القهوة يعني فعلا مفيدة للصحة؟ السنوات الأخيرة تراكمت الأدلة العلمية بشكل غير مسبوق لتؤكد أن القهوة ليست مجرد منبه يمنحنا اليقظة، لا، دي بتحتوي على مجموعة من المركبات النشطة بيولوجيا زي مضادات الأكسدة. الدراسة بتقول إنها بتقلل أمراض القلب والسكتة الدماغية، وإنها بتنظم مستوى السكر في الدم. ودراسات كتيرة أثبتت إن القهوة بتحسن من قدرة الجسم على التعامل مع الأنسولين. كمان بيقول لك إن يعني الكبد، القهوة بتفيده جدا ولها تأثير وقائي عليه، وبترتبط بمستويات صحية أكثر من يعني مستويات إنزيماته بتتحسن. عايز أقول لك كمان إن يعني كم فنجان من القهوة أنت محتاجهم. دراسة علمية بتقول، الدراسة دي اتعملت على 180 ألف شخص تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 69 عام، وشافوا إن اللي بيستهلك 3 أكواب من القهوة أو الشاي بيحصل انخفاض إصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية بنسبة تقارب 48%. بس خد بالك، الاعتدال هو السر، لا تزيد عن 3 أكواب في اليوم. وبعدين ابعد عن مشروبات الطاقة لأنها بتحتوي على كافيين بيعدل 4 أكواب من القهوة. يعني الختام كده، القهوة مش مشروب دافئ بيوقظ الحواس، لا، هي حليف للصحة إذا شربناها بحكمة. وبعدين تذكر دائما الاعتدال، 3 فناجين من اليوم. حبيت أقول لك على دراسة طبية علمية حديثة عن أهمية تناول القهوة، وألفت نظرك إلى هذا المشروب العالمي الذي له مذاق وله يعني طقوس جميلة جدا. أنا بشكرك إنك استمعت إلي، وكل عام وحضرتك بخير وسعادة.